مجبور. خاطرك مجبور. المساجد هي أحب الأماكن إلى الله، ومن بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. لكن هناك مقولة شهيرة تقول: إطعام جائع خير من بناء 1000 جامع. دعونا نستمع لآراء بعض الناس حول ذلك. أخي العزيز، في مقولة تقول: إطعام جائع خير من بناء 1000 جامع، أنت ما رأيك بذلك؟ إطعام المسكين فلأنه حي، المسجد باطل. في الحقيقة من وجهة نظري فضل بناء المساجد كبير جدا. والله أعتقد حسب الحاجة. كيف يعني على حسب الحاجة؟ مكانه كان، إذا سخرك ربي على شيء أمله، هذا مكتوب عند الله. يعني إذا كان المكان يحتاج إلى بناء جامع فبناء جامع، إذا كان يحتاج إلى إطعام فإطعام. المسجد يبقى طول العمر، والمسكين يطعم يومين وينسى. إذا كان أطعم 10 مساكين ولا 20 مسكين ولا ذا، هي تكمل تنجح حد ما تقول أسبوع لبو كان اسمه أنت ولا لا. أما مسجد تجزى طول العمر، أجرتك صدقتك ماشي فيه. يعني الاستفادة من المسجد أكثر وأقوى. جزاك الله خير. رأي هنا ورأي هناك، فيا ترى ما صحة هذه المقولة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. لا يخفى ما في بناء المساجد من أجر عظيم وفضل جسيم. وأما بالنسبة لهذه المقالة التي يتداولها الناس على ألسنتهم: إطعام جائع أفضل من بناء 1000 جامع، فهذا ليس بحديث، وإنما هي مقالة نسبت إلى بعض الصالحين قالها في ظرف من الظروف. وأما بالنسبة لأيهما أفضل، بناء الجامع أو إطعام ذلك الجائع، فهذا مرجعه إلى فقه الأولويات، فينظر حاجة الناس في ذلك الوقت وفي ذلك الظرف. ولربما كان بناء ذلك الجامع سببا لإطعام كثير من الجوعى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إذن الخلاصة بأنه قد لا يصح مقارنة الأعمال الصالحة بأفضليتها إلا بدليل قاطع، فبناء الجامع فعل خير، وإطعام الجائع أيضا فعل خير، وكل عمل خير سيجزى به ولو بمثقال ذرة واحدة فقط. أنت الآن وصلت خلال 13 دقيقة. مش هذه القرية، مش في هذه القرية المسجد، في القرية الثانية. في إحدى حلقات الموسم السابق مررنا بهذه القرية وسألنا عن مسجدها، فقيل لنا بأن سقف المسجد قابل للسقوط على رؤوس المصلين، وأنه غير قابل للصلاة. فقررنا أن نعود لهم في هذا الموسم ونبني لهم مسجدا ليكون جامعا للقرية وللقرى المجاورة في صلاة الجمعة والأعياد، لينطلق البناء بفضل الله. كالزهر يفوح بلا ثمن، كالبسمة في وحشة زمن، كالغيمة مثقلة بالماء. جاء الخير بهيئة حب في ثوب سخاء من قلب، في ليلة عناء بالفرج أضاء. وجبر والخير سيكثر، ويحبك رب الناس وقلبك يجبر. وجبر والله سينظر، ويجيرك من وجع الأيام فتعبر. خاطرك مجبور. ولأن وجهات النظر مختلفة ومتعددة حول مقولة إطعام جائع
خير من بناء 1000 جامع. قررنا أن نجمع بين القولين، بناء جامع وفي المقابل سنحاول أن نطعم 1000 جائع إن استطعنا إن شاء الله. رافقونا إلى الإطعام. نشيل الهم، نتقاسم ونمسح دمعة المقهور، ونسعد بالعطالم، ونكتب خاطرك مجبور، ونكتب خاطرك مجبور، ونكتب خاطرك مجبور. بفضل الله أصبح هذا المسجد جاهزا لإقامة أول صلاة فيه. بسم الله وعلى بركة الله نواصل. الله أكبر، الله أكبر. اجبر تجبر، يبقى خاطرك المجبور، أجرك يكبر، هم يذهب يأتي سرور. أنت الحاضر للمستقبل، أنت الأمل ومنك النور، لست فقيرا فيك عطاء، كل البذرة تطرة ماء. لا تيأس فالجبر شعور، اجبر تجبر مهما كان الهم كبيرا، فالله برحمته أكبر. شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهد أنه لا إله إلا هو، فكيف لا تشهدون؟ فقد فرض الله علينا صغيرنا وكبيرنا أن نتعلم لا إله إلا الله علما نستدل به أن إله هذا الكون إله واحد. إذا لم تستطع أن تنظر بعيدا، انظر إلى الأشجار، انظر إلى الحيوانات. يخرج الثعبان من البيضة فيختبئ مباشرة، من أخبره أنك عدوه وأنك ستقتله؟ هذا يعني أن الله لا إله إلا هو، أي أننا نصرف كل العبادات الظاهرة والباطنة لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله. الله. بفضل الله رحت وخاطرك مجبور، كتب ربي على يدينا ناس عداك، سعينا نرسم البسمة بشفاتك نور، وذا رزقك ووعد الله إذا وعداك. مشينا وخاطرك مجبور، والله للسعي وفاق، وريحنا خواطرنا براحة خاطرك والبال، وهذا هو هدفنا، نشوف الحلم يتحقق، نحاول نوصل المحروم لأمنيات والآمال، لأمنيات والآمال. هنا المكان الآمن الذي تترك فيه هموم الحياة، هذا هو الملاذ الطاهر الذي تشعر النفس فيه بالراحة والطمأنينة الكاملة. هنا المكسب الحقيقي للدنيا والآخرة، فالبدار البدار. نراكم على خير. بفضل الله رحت وخاطرك مجبور، كتب ربي على يدينا ناس عداك، سعينا نرسم البسمة بشفاتك نور، وذا رزقك ووعد الله إذا وعداك.